السلام عليكم. الشباب العماني كفاءات تستحق الإنصاف. في الآونة الأخيرة كثرت العبارات التي تطلق دون تمحيص، مثل أغلب الشعب يريد الأمور جاهزة، الشباب متقاعسون، الشباب ما مال شغل، وهي أحكام طبعا مجحفة لا تمت بصلة لواقع شبابنا المكافح. هذه التصريحات التي تفتقر إلى الإنصاف تلقي بظلالها على طموحات الشباب العماني الذي أثبت مرارا أنه قادر على تجاوز التحديات عندما تتاح له الفرص المناسبة. ونقول لمن يدعي أن أغلب الشعب يريد الأمور جاهزة، نقول تعميم الأحكام على شريحة واسعة من المجتمع بناء على مواقف فردية لا يعكس الواقع ولا يخدم الحقيقة. الشباب العماني ليس متقاعسا، بل هو طموح شغوف بالعمل وملتزم بتطوير ذاته، ولكن هذا الطموح يحتاج إلى فرص واضحة وشروط عادلة وبيئة محفزة. رفض البعض لوظائف معينة لا يعبر عن كسل، بل قد يكون عدم توافق الوظيفة مع إمكاناتهم أو تطلعاتهم. ودعونا ننظر من منظور إيجابي. قد يرى الشاب بأن قدراته الفنية لا تمكنه من القيام بهذه الوظيفة، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، فهو برفضه لا يريد إجحاف حق نفسه أو حق الجهة التي عرضت عليه الوظيفة، وهذا حق مشروع يمارسه أي شخص يسعى لتحقيق الأفضل. يظل الشباب العماني هم الثروة الأغلى لهذا الوطن وركيزة تطوره وازدهاره، فهم ليسوا بحاجة للانتقادات التي قد تثبط عزائمهم وتقلل من جهودهم، بل في أمس الحاجة إلى الدعم المستمر الذي يعزز طموحاتهم ويبرز إمكاناتهم الحقيقية. الاستثمار في هذه الطاقات الواعدة يتطلب منا جميعا أن نتحلى بالوعي في الحوار، وأن نوفر لهم فرص حقيقية تتناسب مع طموحاتهم وتعزز من قدراتهم، فبهم وبإصرار يبنى المستقبل، وعليهم ترسى أسس التنمية المستدامة لهذا الوطن الذي يزدهر بوجودهم وإبداعهم المستمر. علينا أن ندرك أن ملف الباحثين عن عمل هو ملف شائك ومعقد، ولا شك لدينا بأن الجهات المختصة دائما وأبدا تعمل من أجل حل هذه المشكلة المعقدة، وعلينا أن لا نكون نحن والظروف الصعبة على هؤلاء الشباب، وأن نختار كلماتنا بعناية فائقة عندما نتناقش في هذا الموضوع أو نناقش هذا الملف الكبير الحساس. فليس من اللائق أن يتحدث الجميع دون إدراك لأهمية وحساسية الموضوع الذي يمس مستقبل أجيالنا كاملة. فلنكن حريصين في كل كلمة نوجهها، لأن الكلمة قد تكون مصدر إلهام وتحفيز، أو قد تساهم في إحباط الجهود المبذولة. دمتم بود.